عملية دقيقة تلك التي تقوم بها السيدة فاطمة، وهي تفرز عجينة رفيعة يسميها المغاربة الورقة. والدقة مطلوبة حتى لا تتكسر الورقة، فإن تكسرت لا بد من إعادة الكرة. وإعداد أكلة البسطيلة لا يكون ناجحا 100% إن أنت أعدت الكرة. أكلة البسطيلة أكلة مغربية قديمة ورثناها أبا عن جد، وكاينين جوج ديال الأنواع، كاينه بسطيلة ديال الحوت وكاينه بسطيلة ديال الدجاج. بالنسبة للبسطيلة ديال الدجاج المقادير ديالها فيها الدجاج، فيها اللوز، فيها الورقة، وفيها الملحة والبزار والسكنجبير والزعفران شعرة. وبالنسبه للوز كنقليوه وكنحمروه، بعد كنطلقوا الورقه. كنديروا اللوز، موراها كنديروا التفريشه ديال الدجاج، موراها كنديروا التفريشه ديال اللوز، وكنجمعوا الورقه ديالنا. الورقه كندهنوها دائما بالزيت باش كتجينا مقرمشه. صافي كندخلوها الفران ديك جهد نص ساعه 3 ساعات الا ربع على حسب الفران. يقول المؤرخ المغربي الراحل الدكتور عبد الهادي التازي في كتابه التاريخ الدبلوماسي للمغرب: هناك أكلة تعتبر عند المغاربة من المقبلات، مع أنها صحن كاف لوحده نظرا لما يحتويه من ألوان وأنواع وبهارات، وهذا الصحن هو البسطيلة. أما أصل الكلمة فهو آت حسب بعض الروايات التاريخية من كلمة باستا الإسبانية، أكلة يقال إنها وصلت إلى المغرب مع المهجرين الذين طردوا من الأندلس. البسطيلة أو لاباستية أكلة مغربية تقليدية بامتياز، أصبحت اليوم أكلة شعبية تباع في مطاعم المملكة وأسواقها. فصخب الحياة العصرية وسعي البعض إلى كسب رزق شريف أصبح يوفر هذه الأكلة لكل من يشتهي تذوقها حتى وإن عجز عن تحضيرها في بيته. وإلا تشهيتها بلا ما يكونوا لا ضياف لا والو، ما تصاوباش كبيره كتقام غاليه، ما كنصاوباش في الدار، كنشريها من عند شي واحد كيصاوبها مزيان بالقوام ديالها، وبعدا كنضطر نشريها من الشارع بعض المرات. وحتى في الأسواق يبقى نجاح إعداد البسطيلة رهنا بنجاح عملية إعداد تلك الورقة الرفيعة. الورقة خص ضروري واحد حداك هنا اللي يدهن، واحد يعجل لك، فهمت؟ كتاخذ الوقت شويه، كتبغي جوج الناس ولا ثلاثه، ودير كنديروا لها الزيت تما باش ما تلصقش على اختها. تختلف الأذواق والآراء والعادات، لكن يبدو أن جل المغاربة يتفقون على أن البسطيلة هي طبق للفرح يعدونه لإكرام الأهل والأحباب والضيوف، وأحيانا يشترونه لإشباع شهوة عابرة. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، الرباط.